احلى حاجه في الدنيا ان احنا نطبخ اكلنا يوم بيوم، بس يوم زي النهارده كده مثلا. اشترت مزرعة مانجا وعندها براند باسمها. ما اكتفتش بشغفها وحبها للطبخ كشيف، ولكن كمان دخلت السوشيال ميديا وحققت نجاح كبير بمحتواها، وبسبب صوتها اترفضت تظهر في قناة في بدايتها. الشيف سارة عبد السلام من صغرها لهلوبة في الطبخ، ومن وهي في الجامعة اتطحنت في الشغل، مرت بتعب وظروف كتير صعبة، ولكن ما بتظهرش إلا الحلو بس، وبقت مصدر طاقة إيجابية للجمهور. معلومات وأسرار عن سارة عبد السلام هتعرفها لأول مرة. سارة عبد السلام مش من المشاهير اللي حياتهم على الملأ، ولا تحب حياتها الشخصية تكون كده، وكتير ما يعرفوش عنها غير إنها الشيف اللي كانت بتقدم برنامج اسمه سنة أولى طبخ. هي من صغرها بتحب الطبخ وتلعب بالحلل والأدوات اللي في الطبخ على عكس العيال اللي من سنها، لكن ليها في الكرتون ولا اللعب، كل اللي بتعمله تقعد تتفرج على مامتها في المطبخ وتركز مع كل تفصيلة بتعملها. وبرامج الطبخ كانت منبهرة بيها، زي الشيف أسامة السيد الله يرحمه، كان بالنسبة لها قدوة ومثال. كمان كان في المدرسة عندها كانت بتاخد حصص اقتصاد منزلي، وده بالنسبة لها كانت أمتع الحصص اللي بتلاقي نفسها فيها. وفي الوقت ده كانت عايشة في قطر، وكانت ترجع للبيت تطبق اللي اتعلمته. كمان باباها كان ليه دور كبير جدا وداعم ليها، ووقت ما تعمل أكلة ما تتاكلش وطعمها وحش كان ياكلها ويمدح فيها، رغم إنها عارفة إن طعمها مش حلو، ولكن ما كانش بيحبطها خالص. الشيف سارة خست من 102 كيلو ل 52، وده فرق معاها في حياتها جدا، وظهرت في فيديو وحكت تجربتها كاملة. هي ما كانش هدفها خالص الشكل، ولكن هي كان عندها تعب في ركبتها من حادثة سابقة، ومع وزنها الكبير كان صعب تتحرك، وكمان سنها صغير، فخدت القرار فوراً. هي ما بتحبش تظهر للجمهور إلا الجانب الحلو في حياتها، ولكن مرت بظروف صعبة على أي حد تحملها، هي قالت كده. ومن حوالي 5 سنين استأصلت ورم اكتشفته بالصدفة. سارة عبد السلام من يومها مكافحة، وما بتحبش وقت يعدي عليها إلا وتكون محققة حاجة. لما دخلت الجامعة كلية تجارة عين شمس وهي في سنة أولى، اشتغلت مع والدها في شركته في تنظيم المعارض والمؤتمرات، وما بقتش تروح الجامعة، وبدأت من الصفر معاه بدون أي واسطة ولا امتيازات إنها بنت صاحب الشركة أو كده، بالعكس خالص. من حسن حظها إن هوايتها بقت شغلها اللي بتكسب منه فلوس، وكانت واخدة قرار إن لما شغفها بالطبخ يقل هتبطل، وفعلا ده اللي حصل مؤخرا، وبقت مهتمة أكتر بالسوشيال ميديا كمدونة موضة، ومن الوقت للتاني بتشارك الجمهور برضه بوصفات سهلة وبسيطة، وما بقتش تظهر في برنامجها. كمان هي عملت براند ملابس اسمه حجابي ومهتمة بيه جدا الفترة دي، ومن كام يوم حققت حلم من أحلامها، وكانت بتدعي ربنا دايما بيه وعلى يقين إن في يوم من الأيام هيتحقق، واشترت مزرعة المانجا اللي فيها بيت بسيط. ورغم ان شيفات كتير بيحلموا ان يكون عندهم مطعم، ولكن دي الحاجة الوحيدة اللي مستحيل سارة تعملها في حياتها خالص. الغريب ان السوشيال ميديا ما كانتش من اهتمامات سارة خالص، وكانت مكتفية بظهورها في الميديا وبرنامجها بس، ولكن صديق ليها زن عليها انها تظهر على السوشيال ميديا، وعملت فيديو علشان يخف عنها مش اكتر، وتثبت له انه مش مكانها، ولكن العكس حصل. والفيديو عمل ضجة كبيرة جدا ما كانتش سارة متخيلاها، وبقت تشارك الجمهور فيديوهات تنظيفها للبيت وتنظيمها ليه، وهي بتحب كده جدا عكس ستات كتير، فلقت ان الفيديوهات دي مشجعة ليهم جدا. رأيكم ايه في محتوى سارة على السوشيال ميديا؟ وهل ممكن ترجع تظهر على قنوات من جديد، ولا هتتفرغ لخطواتها الجديدة اللي بدأتها؟